سنة بإذن الله. وكده نكون ما فاضلناش غير كأس مصر والبطولات اللي هي بتاعت لعيبة المنتخب. طبعا أنا ما اتكلمتش عنها، أنا اتكلمت عن البطولات الرسمية اللي حوالينا، مش بطولات العالم وكأس مصر وتصفيات وكأس العالم للكبار. أنا ما اتكلمتش على ده كله. كل اللي أنا اتكلمت عليها اللي هي بتكون في المتناول بتاع الجميع أو في متناول اللعيبة، لأن إحنا مش كلنا بنكون لعيبة منتخب مصر. فأنت يهمك الموسم كان ماشي إزاي، أو أنت هتستفيد إيه من الموسم بتاعك، او يهمك سن معين من الموسم بتاعك. فانا ما اتكلمتش عن اي حاجه تخص منتخب مصر خالص. بس كل اللي اقدر اقوله لك باذن الله ربنا يوفقك في السيزون ده. حلمك يستحق يا بطل، والله العظيم ثلاثة، حلمك يستحق وتعبك يستحق. انت تعبت سنة كاملة عشان توصل لبطولة الجمهورية. اورس على نفسك شوية، حلمك هيكون فاضله تكة وتخش تشارك في تصفيات المنتخب. بالتوفيق ليك يا رب. اتمنى اشوفك حاجه كبيره من قلبي، والله العظيم بحبكم جدا. اتمنى اشوفك حاجه كبيره، واتمنى اشوفك لعيب في منتخب مصر. وكل التوفيق وكل الدعم لكل بطل لحد النهارده بيحاول برغم الدراسه والضغط وضغط الاهالي عليه وضغط المذاكره والمدارس والصعوبات عليه. بالتوفيق ليكم، ومن قلبي اقسم بالله بحبكم جدا. يا رب اشوفكم كلكم ابطال منتخب مصر. لو لسه مكمل لحد هنا، كان معاك كابتن عمر مدرب كاراتيه بينزل كل ما يخص الكاراتيه الاتحاد المصري للكاراتيه، سواء بطولات تنشيطية أو اختبارات أو حزام أسود أو كل حاجة. اسألني أي سؤال هرد عليك على طول. توفيق إن شاء الله.